ما اكدبش عليكم، انا ما كنتش مصدق اي حاجه من الكلام ده لحد ما قررت اني اروح للمصحه بنفسي. ويا ريتني ما عملت كده. الساعة وقتها كانت 2 بعد نص الليل، وفي الوقت ده أنا بدأت أجهز معدات التصوير بتاعتي اللي هحتاجها معايا. وأنا بجهز حاجتي وقتها وبفكر يا ترى إيه اللي هيحصل، قطع تفكيري وقتها صوت تليفوني لما بدأ يرن. ولما مسكت تليفوني كده علشان أشوف مين اللي بيتصل، لقيته إبراهيم الراوي، وده صديق عمري اللي معايا في كل مصايبي. ولما رديت عليه صدمني وقتها لما قال: بقول لك يا كريم، أنا جايب لك فكرة قصة هتكسر الدنيا في مصحة نفسية مهجورة من 20 سنة. ايه رأيك لو تعمل المغامرة دي؟ صدمت وقتها انا وقلت له: انا بجهز حاجتي دلوقتي ورايح المصحة دي، تحب تيجي معايا؟ المهم انه فعلا ابراهيم جالي عند البيت واتحركنا واحنا في اتجاهنا للمصحة. ولما وصلنا للمكان وقتها اتصدمنا، المصحة مهجورة جدا والمكان